بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين صلاة دائمة إلى يوم الدين. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد اليوم بفضل الله ومنه وكرمه بصحبتكم الكريمة المباركة في لقاء جديد نرد فيه على مطاعن المستشرقين في كتاب الله في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء يقولون: أيها المسلمون، إن في قرآنكم يقول ربكم فتبارك الله أحسن الخالقين. وما دام الله يقول أحسن الخالقين فهناك من يخلق غير الله، فما ردكم على هذا الكلام وما ردكم على هذه الشبهة؟ نقول وبالله التوفيق: إن هؤلاء ما فقهوا وما عرفوا وما فهموا لغة القرآن. فإذا سألنا أهل اللغة وإذا سألنا العرب عن معنى الخلق لوجدنا أن له معاني كثيرة مختلفة. الخلق معناه التقدير، وكذلك معناه الابتداع، ومعناه الإيجاد، ومعناه الاختراع، ومعناه الإتقان في الصنعة. له معان كثيرة في لغة العرب. فإذا قلنا أن الخلق مثلا معناه الصنع فنقول فتبارك الله أحسن الصانعين. وإذا قلنا أن الخلق معناه التقدير فنقول فتبارك الله أحسن المقدرين. وإذا قلنا أيضا أن الخلق معناه الابتداع والاختراع فنقول فتبارك الله أحسن المبدعين. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون؟ هذه رسالة إلى هؤلاء من الله. أنتم تقولون نحن نخلق كما يخلق ربكم أيها المسلمون. يقول لكم الحق تبارك وتعالى: إن هناك شيئا اسمه طلاقة القدرة، اسمه طلاقة القدرة الإلهية. إن كنتم تدعون الخلق فتعالوا حتى أريكم كيف كان سبحانه وتعالى أحسن الخالقين. أنا أخلق من غير ذكر ولا أنثى كما خلقت آدم، وأخلق من ذكر دون أنثى كما خلقت حواء، وأخلق من أنثى دون ذكر كما خلقت عيسى عليه السلام، وأخلقكم جميعا من ذكر وأنثى وأنا أحسن الخالقين. يقولون: أين الله؟ أين عجائبه؟ وذا الكون سفر ناطق هو كاتبه. يشكون والإيمان ملء قلوبهم، ويبدون ما كل العقول تكذبه. عجائب ربي في الأنام كثيرة، ولكن جهل المرء لا شك غالبه. كان الله سبحانه وتعالى أحسن الخالقين لأنه الوحيد الذي يخلق من العدم. أما هؤلاء الذين يدعون الخلق فإنهم يخلقون ويخترعون ويبتكرون ويبدعون من أشياء موجودة عندهم في هذا الكون الفسيح. الخامات موجودة والمواد موجودة، فقط هم يعملون عقولهم ويعملون فكرهم فيبتكروا ويخترعوا من أشياء موجودة لديهم في هذا الكون الفسيح. أما الله تبارك وتعالى فالوحيد الذي يخلق من العدم، وليس هذا لأحد غير الله سبحانه وتعالى. وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. الحق تبارك وتعالى أيضا يقول: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. كل شيء يخلقه الله وخلقه الله. إذن فمهما تبتكرون ومهما تخترعون
ومهما تقدمون فأنتم لم تخلقوا كخلق الله سبحانه وتعالى. هذا هو الخالق البارئ المصور، جلت قدرته سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية، اللهم إنا نسألك مغفرة لذنوبنا وسترا لعيوبنا ونجاة لنا من النار. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.